السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أجمل الوصفات معايا. نتمنى لا فيديو يلقاكم بصحة جيدة يا رب، وتقبل الله منا الصيام والقيام وسائر الأعمال. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا واحد المملحات اللي كيجيو غزالين، غادي ينفعوكم الإفطار، سهلين واقتصاديين ومقرمشين. بالنسبة للعجين فغادي نحتاج 400 غرام ديال الدقيق الأبيض، كذلك ضفت ليه واحد الملعقه ديال الملح، وواحد نصف ملعقه او ملعقه صغيره ديال العسل اللي ممكن نعوضوه بالسكر سنيده او السكر حبيبات. بالنسبه للسكر او العسل فهو كيعطينا هذاك اللون الذهبي. وغادي نضيف الماء. بالنسبه للماء فانا عجنت به غير من الصنبور، يعني ماء بارد، ما غاديش نحتاجو نسخنوه. وغادي نبدا نجمع في هذا العجين ديالي باطراف الاصابع باش ما يبقاوش ليا دوك التكتلات اللي كيكونوا في العجين. انا كنضيف الماء وانا كنجمع في العجين ديالي. بالنسبه للعجين الا كنتو غادي تخليوها 2 السوايع او 3 فما غاديش نحتاجو ندلكوها بزاف، لكن الا كنتو مزروبين بها فدلكوها واحد شويه، وغادي نخليوها واحد نص ساعه باش ترتاح. كيف ما شفتوا انا هنايا راه دلكتها واحد شويه، ما خليتهاش قاصحه. هذا هو الشكل ديال يعني العجين ما قاصحاش عندي رطبه. غادي ندهنها بالقليل من الزيت النباتي، وغادي نديرها في واحد الكيس بلاستيكي ونخليها ترتاح واحد نصف ساعه. كيف ما قلت لكم الا كان عندكم الوقت الكافي فانتم خليوها حتى ل2 السوايع او 3. وغادي ندوزو للحشوه. بالنسبه للحشوه عندي القرعه الخضراء، عندي البصله، وكذلك الجزر، قطع ديال الدجاج، والقزبر والمعدنوس، وواحد شويه ديال الفلفل الاخضر. بالنسبه للتوابل عندي البابريكا، عندي الكركم، وكذلك الملح والابزار. وغادي نضيف لهم زيت الزيتون ونوضعهم فوق النار. يعني ما كاينلاش غادي نطول معكم الفيديو. في الحشوه غادي نخليهم حتى كيطيبوا مزيان ونخليهم جانبا حتى كيبردوا. بالنسبه للعجين فانا قطعتها الى كرات، خليتهم ارتاحوا واحد 10 ديال الدقائق، وغادي نبدا نبسط في العجين ديالي وانا كنستعن بالزيت. ضروري ندهنوا سطح العمل بالقليل من الزيت. كيف ما شفتوا العجين راها كتمشي في سطح العمل، يعني ما كتعذبناش. وهنا عندي القليل من الزبده المذابه، وغادي نبدا نجمع العجين ديالي وانا كندهن في الزبده على شكل مسمن مربع، وغادي نوضعه جانبا. غادي ناخذ واحد القطعه اخرى وغادي نبسطها. غادي نبقى على هذا الشكل هذا حتى كنكمل جميع الكرات اللي عندي. انا تقريبا درت 14 الكره، فغادي نبقى بهذا الشكل هذا حتى كنكملهم كاملين. وكتكون يعني كيكونوا ارتاحوا ليا، وكنبدا بديك الاولى اللي درت. هنا كندهن بالزبده المذابه اللي كتعطينا داك التوراق اللي كيكون في المملحات اولا ديك القرمشه اللي كتكون في المملحات. صافي هنا غادي نبدا نبسط. هنا راه من بعد ما كملتهم كاملين غادي نبدا نبسط في الكره الاولى اللي كنت بديت، وغادي نوضع فيها الحشوه من الوسط. الحشوه تكون بارده، لانه الا كانت الحشوه سخونه غادي تقطع لينا العجين، فنكونوا خليناها حتى كتكون بردات بزاف. وبالنسبه للعجين فكنكونوا ورقناه مزيان من الجوانب باش ما يجيناش غليظ. كنوضعوه في واحد الصفيحه اللي مدهونه بالزيت اولا ورق الزبده. انا صراحه ورق الزبده كيلصق ليا، ما عنديش شي نوع ممتاز، فمن الاحسن انكم تدهنوا الطاوه بالقليل من الزيت وتوضعوه فيها. هنا كيف ما شفتوا غادي نوضع الحشوه في الوسط، وغادي نجمع العجين ديالي بهذا الشكل هذا.
وغادي نوضعها فوق الطاوه اللي كتكون مدهونه. صافي كنبقى بهذا الشكل حتى كنكملهم كاملين. هنا من بعد ما كملت غادي ندهنهم بصفار بيضاء اللي كيعطيهم داك اللون الذهبي من الفوق. ممكن تزيدوا لصفار البيضاء قطرات من الخل، او لا ممكن تضيفوا لهم شويه ديال البابريكا اللي كيعطيهم داك اللون الاحمر. غادي من بعد ما غنكملهم كاملين غادي نرشهم، او لا غادي ندير فوق منهم القليل من حبوب الخشخاش او لا البافو. وبالنسبه للطهي فكنخليو الفرن حتى كيسخن لينا مزيان من الاعلى ومن الاسفل. كندخلو الطاوه ديالنا اولا اللاطه، كنخليو الفرن شاعل من الاعلى 2 ديال الدقائق حتى كيتورقوا لينا من الداخل، وكنطفيو الفرن من الاعلى وكنخليوه غير من الاسفل على درجه حراره متوسطه باش يطيبوا لينا على المهل ويجونا مورقين من الداخل ومقرمشين. بالنسبه للمملحات هذا هو الشكل النهائي. نتمنى انه يعجبكم تجربوه. الى جربتوه ما تنساوش تخليوا لي لايك والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. والى اللقاء في فيديو جديد ووصفه جديده. السلام عليكم.